يا قردا لم تعرفه الطبيعة، يا أفعى هربت منه الأفاعي، يا حوتا لفظته البحار، يا وحشا من وحوش البراري، يا مخلوقا من أنصاف الرجال، يا منتجا إسرائيليا على أشلاء الجنوب وأهل الجنوب، يا كذابا وحجاجا في العراق، ومجرما وسفاحا في سوريا ولبنان. جئنا لنقول أن صح فيك قول الشاعر، شاعر كبير نزار قباني، قالها أو قال: في كل 20 سنة يأتي رجل مسلح ليذبح الوحدة في سريرها ويجهد الأحلام. في كل 20 سنة يأتي إلينا حاكم بأمره ليحبس السماء في قارورة ويأخذ الشمس إلى منصة الإعدام. في كل 20 سنة يأتي إلينا نرجسي عاشق لذاته ليدعي بأنه المهدي والمنقذ والتقي والنقي والقوي والواحد والخالد والحكيم والعليم والقديس والإمام. في كل 20 سنة يأتي رجل مقامر ليرهن البلاد والعباد والتراث والشروق والغروب والأشجار والثمار والذكور والإناث والأمواج والبحر على منبر الأحزان. في كل 20 سنة يأتي إلينا رجل معقد يحمل في جيوبه أصابع الألغام. لكن في هذه السنة، والقول لنا ل14 آذار لكل اللبنانيين، لكن في هذه السنة ستأتي المحكمة ومعها القصاص والعدل وحكم الإعدام. عشتم وعاشرتم.